قناة الموعظة السلفية تقدم لكم. فيا معاشر المسلمين، يجب أن ننتهي عن هذا المنكر العظيم، يجب أن ننتهي عن هذا المنكر العظيم الذي ملعون من فعله، ملعون من سقاه، ملعون من استخدمه، ملعون من باعه، ملعون من اشتراه، ملعون من اشتريت له. روى الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا.